عليكم اخواتي ومرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم يوميات ناديه دي زاد. اليوم ان شاء الله راح ندير معكم المثوم ماشي تاع اللحم، لا، مثوم تاع الفول. هذاك الفول الطري الاخضر راح نديرو به مثوم. خليكم معايا نوري لكم الوصفه، لكن في الاول نظف الفول نتاعي، والحب اللي يكون كبير كيما هكذا هذا ما راحش نديرو، ما راحش نقطعو بالقشور تاعو، راح ندير الحبه كامله يعني هكذا. ننظفو ونديرو الفور ونوري لكم. لهذه الوصفه راح نحتاجو الفول خضر، ربطه قزبر، ثوم، والبصل يكون خضر، وملح بطبيعه الحال، والزيت. نبدا مع الاول ننظف ونقطعوا امامكم، نديرو الفور ونكملوا الوصفه مع بعض. راح نحي هذه الجهه مع الجهه الثانيه، ولا صبناها كما قلت الجلفه تاعها قاسيه راح نفصصها بهذه الطريقه عادي. نحتاج فقط هذاك الحب الصغير اللي يكون طري. ما هذه مثلا حننظف فيها منا، فوالا نحي هذوك الخيطان اللي في الجناب. فوالا نظفت الخضره كما كنتم تشوفوا، نشللها مليح ونجي نقطعها امامكم. نقطع الحبه تاع البصل، راح نديرها تفور معاه. نزيد عليها هذوك السنات تاع الثوم طرافيهم.
كنت نظفت كميه تاع ثوم معتبره، راح ندير غير واحد الزوج سنات وخليه هذوك الباقيه نديرهم في التقليه من بعد. الان بقى لي القزبر، راح ندير القزبر تاعي، راح ندير نصف الكميه تاع القزبر، ما راح نديرها كامل. قلت لكم على ربطه قزبر، النصف تاعها نديروه يفور، النصف الثاني راح نزيدوه في التقليه. كي نبداو نطيبوا فيه في الطاجين ولا الكوكوط، راح نزيدوا الثوم بصل من جديد، والنصف الثاني تاع القزبر. ندير القزبر يفور حتى هو هكذا، نغطي عليه ونخليه يفور. حطيته الان يفور، نغطيه كي يطيب نرجع لكم مره اخرى. وهنا في لاكوكوط تاعي راح ندير القزبر مع البصله، راح نضيف لهم الثوم، السنه تاع الثوم، والزيت. راح نقلي الكل مع بعض، ومن بعد نزيد عليهم الفول اللي راه يفور. وفي الوقت اللي الفول تاعي راه يفور، راني قطعت البطاطا باش ندير لي فريت، وهذا الصدر تاع الدجاج درتو فيلي، دوك نقليه بالبيض ولا شابلي. هنا كما راكم تشوفوا راه فار الفول، هذيك فاير، وراني دايره كوكوطه فوق النار. هنا نقلي مليح هذاك الثوم مع البصل مع القزبر، ونضيف عليهم الفول المفور. هاولي في الفول تاعي، راح نضيف الملح، نحرك مع بعض، ومره على مره ندير كذا نحاول نمرسو شويه. نكملوا في الطياب ونوري لكم جاهز في صحن التقديم. وفي الاخير اخواتي هاوليكم الشكل النهائي تاع الطبق تاع الفول المثوم تاعنا. ان شاء الله يا ربي تجربوه يعجبكم. حاجه اخيره، اللي حاب زيت الزيتون ممكن يضيف عليه شويه زيت الزيتون من الفوق، كما ممكن يضيف عليه الهريسه للناس اللي تحب الحار. تحيه مني اليكم وسلام.